تعالوا نعمل أكلة سمك حلوة جدا قبل رمضان، وهوريكم ازاي بنضف السمك بكل سهولة بكل سرعة ويطلع معايا زي العسل. وزي ما علمتكم بعمل السنجاري مخلي من الشوك يا جماعة، علشان طبعا أطفالنا الحلوين ياكلوا وينبسطوا. وهنعمل كمان طاجن الجمبري العظمة دوت، وهنعمل كمان سمك سهلية مقلي. السمك السنجاري كان نوعين يا جماعة، كان دراك وكان كاسكومري بلدي. الكاسكومري البلدي ده كده بيبقى فيه شبه من الماكريل المتلج، بس طبعا ده بحري وطازة. وهنعمل بقى الرز الابيض بتاعنا الجميل اللي بيتناسب مع السمك. اهم حاجه هننزل نضغط لايك ونشترك في القناه، وهنفعل زر الجرس على الكل علشان نتفرج على كل جديد، وطبعا هنشير لاصحابنا وحبايبنا. يلا بينا بقى نسمي الله وندخل على الاكله بتاعتنا بقلب جامد. عملت الرز الابيض قبل كده معاكم، وازاي بيطلع مفلفل وابيض كده، يبقى بياضه كده شاهي يا جماعه، ويبقى مفلفل وجميل زي ما علمتكم. عملته في فيديو قبل كده. بحط الزيت وبغسل الرز كويس جدا، رز مصري عادي خالص، وبنزله في الحله وبفضل ألدن فيه واحمر فيه لغايه ما ينشف تماما كاني بحمصه. الحركه دي هتطلع معاكي الرز مفلفل عمره ما يعجن، وهيبقى ابيض كده وجميل. تعالوا بقى نحط الملح، ونحط الميه المناسبه ليه حسب طبعا نوع الرز بتاعك، بياخد ميه قليله ميه كتير. انا طبعا حابه كده تحمروا مني بس مش مشكله، ماشي الحال. هغطيه بقى، وتعالوا بقى ننضف السمك بتاعنا. تعالوا بقى ننضف السمك بتاعنا بكل سهوله. السمكه اللي انتوا شايفينها دي اسمها دراك، والسمك زي ما قلت لكم التاني دوت اسمه كاسكومري بلدي، والصغير ده اسمه سهليه. عايزه اقول لكم ان السهليه الصغيره اللي انتوا شايفينها دي، بصوا الدهن اللي في بطنها اغلى من السمك الكاسكومري واغلى من الدراك. عايزه اقول لكم ان انا جايبه نص كيلو بس من السهليه دي، علشان انا ولادي ما بيحبوش السمك الصغير، ورغم كده سابوا السمك الكبير وكلوا من الصغير. تعالوا بقى ننضف كده السمكه بكل سهوله. هنقطع الزعانف بتاعتها بالمقص او النصقصه بالمقص، والديل بتاعها والزعانف اللي في الظهر بالشكل ده بكل سهوله. وتعالوا بقى بيبقى في فتحه كده عند بطن السمكه، هدخل المقص فيها لغايه دماغها. هنيجي كده عند الخياشيم، بتشد الخياشيم مش بتشد البطن، بتشد الخياشيم، هتلاقي بطن السمكه طلع معاكي بكل سهوله. بصوا، يعني احنا بنقصقص لغايه الدماغ وبنشد الخياشيم. لما تشد الخياشيم بيطلع معاها سلسله الظهر والبطن وكل حاجه في السمكه، فما بتاخدش معاكي وقت ابدا. تعالوا نعمل كمان واحده. هنقصقص برضو الزعانف، حاطه كيس جنبي طبعا وبحط فيه كل حاجه، ومن الفتحه اللي في بطن لغايه الدماغ هشد الخياشيم بالشكل ده. بصوا هيطلع معايا بطن السمكه كلها. هنديها بقى شطفه عشان الدم اللي بيبقى فيها، وهنعمل اخر واحده. بصوا ما خدوش معايا وقت ازاي. نفس الطريقه بتشد الخياشيم كده هيطلع معاكي بمنتهى البساطه. بصوا حابه اوريكم اهي، اهي بصوا تطلع جزء واحد او كتله واحده كده، ويبقى الموضوع سهل معاكم يا جماعه. هنحط طبعا السمك ده في ميه وملح علشان يبقى ريحته حلوه كده ونتخلص من اي دم فيه. طبعا السهليه انا قليتها بحالها يا جماعه، هي بتبقى خطيره خطيره لما بيتقلب حالها. ما بنضفهاش لان بطنها، بصوا الخيشوم بيبقى ماسك البطن كلها، فالسهليه بتتقلب بطن بحالها علشان الدهون اللي في بطنها هي اللي بتبقى حلوه جدا مع اللحم بتاعها، بيبقى طعمها حلو بصراحه. هشطف بقى السمك كويس جدا واحطه في ميه وملح وليمون علشان يبقى ريحته وطعمه حلو. هركنه بقى على جنب. وعندي الجمبري كان متجمد عندي في الفريزر، هطلعه افكه، بيتفك في دقايق يا جماعه، ما بياخدش وقت ابدا. وهطلع منه الكيس الرملي زي ما علمتكم قبل كده في فيديوهات كتير للسمك، ازاي بتخلص من الكيس الرملي اللي في الجمبري. تعالوا بقى خلاص احنا السمك غسلناه بالملح وشطفناه وحطينا له ليمون وكل حاجه. هنكمل فتحه كده للاخر عشان يبقى سنجاري مفتوحه زي الكتاب. عندي بقى بهارات اللي انتوا شايفينها ديت، بهارات سمك وكمون وكزبره وشطه وبابريكا وملح وشويه كركم بسيط كده. هنفتح بقى السمكه كده بالشكل ده، وهنرصها في الصاج او في الصينيه. هلخبط بقى كل التوابل وشويه زعتر يا جماعه وشويه روزماري، بيدي ريحه حلوه جدا للسمك. هقلب كل البهارات اللي عندي، طبعا مش هحطها كلها، دي انا مجهزاها للاكل كله. هرش كده على لحم السمك عشان اطعمه بالبهارات بتاعتي، وبعدين ادخله الفرن. بس قبل كده هحط شويه زيت وبفرشه سيليكون كده، هوزع البهارات علشان اللحم بتاع السمك يتشرب منها. بصوا
بالشكل ده. ادخلها بقى الفرن وتعالوا نعمل الطاجن الجمبري بتاعنا. عندي بقى فلفل حار وعندي طماطم وعندي بصل وعندي الجمبري طبعا بعد ما نضفته. هحط بقيه البهارات اللي عندي، اقطع البصل بالشكل ده وهقلب كله في بعضه وهغطيه وادخله الفرن كمان مع السمك. طبعا اسرع واسهل طريقه بتعملوا بيها السمك يا جماعه الطرق اللي انا بعمل بيها دي. هحط بقى شويه دقيق هنا عشان السمك السهليه، وبرده هبهره شويه كمون شويه شطه شويه ملح علشان يبقى متطعم معايا. هعفر بقى السمك بتاعي بالدقيق واكون محضره بقى طاسه الزيت على النار علشان هقليه على طول. طبعا انتوا عارفين السمك ما بياخدش وقت ابدا يا جماعه في التسويه وبيستوي بسرعه. هنزله بقى في الزيت كده بعد ما نفضه طبعا من دقيق الزياده. وعندي بقى الخلطه بتاعه السمك السنجاري اللي هي خضره مشكله وفلفل وتوم وبصل وطماطم وشويه زيت وشويه بهارات. برضو لازم اطعم الخضار بتاعي بشويه ملح وشويه بهارات. هطلع بقى الشوك او سلسله الظهر بتاعه السمك بعد ما دخلته حوالي ربع ساعه في الفرن. بشيل بقى منه الشوك زي ما انتوا شفتوا كده، واحط شويه زيت وبهارات على الخلطه وانزلها كده وانزلها تحت الشوايه. يعني هنكمل تسويه تحت الشوايه. تعالوا بقى نطلع السمك السهليه الخطير. عايزه اقول لكم احلى سمكه. انا بحب البربوني والسهليه جدا يا جماعه والحارد. هنطلعه برضو، اللي هيطلع هيترش عليه ملح وكمون وشطه وطبعا ليمون. هنا بقى الرز بتاعي كان استوى، وطبعا السمك السنجاري بياخد لون تحت الشوايه، وكمان الجمبري استوى معايا. بصوا ما بياخدش وقت ابدا. عايزه اقول لكم اكله السمك دي بتبقى اسهل من المكرونه والبانيه واطعم يا جماعه وافيد طبعا. اطلع بقيه السمك. طبعا انا كنت هقدمه في سيرفيز، قالوا لا احنا جعانين حطوه لنا زي ما هو كده على طول على السفره. بصوا بيبقى مخلي من الشوك لان الاولاد بيحبوه كده، ولما بيقابلهم شوك بيبقى متضايقين جدا. وادي الجمبري كمان استوى معانا، والسمك السهليه طبعا هم خدوا السمك